بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيد المجلس ويس 24 من مجالس علم الفرائض. ساقيت سيمليليث في 24 ذي العلم إنقار ذاقي ذي مسجد أبي يعلى الزواوي المدينة الجديدة تيزي وزو الجزائر، علم الفرائض. نفذا ذي الدرس 23 أو المجلس 23 في إطار الميراث بالتقدير. نخدم ميراث الحمل ميراث الجنين، يعني ند أرجاز ما يموت إيجاد ثمطوثيس ثاديست الجنين اللوفاني قلاني ثعبط قماس أذيا وموريس قبلت يسر الدونيث أثنحرز ونرجو نحفظ له النصيب الأوفر ثم ننتظر إلى غاية الميلاد. ألما درفا إذا ظهرت عليه علامة من علامات الحياة يرث ولو للحظات. مثلا ابتسم، يضصاد، يعقض، صرخ، يخدم حركة، يحرك فوسيس نغضاريس، ولو كان ذي يمث مباشرة بعد تلك الثواني، بعد علامة من علامات الحياة، صار مورثا، يعني يرث ثم يصبح مورثا ولو بعد ثواني أو لحظات. المجلس 24 الساقا نخدم ميراث المفقود. ميراث المفقود ذا شو المعناس؟ ميلا يون يموث يجاد أربع أولاد، 4 أبناء، يون السيسن مفقود لا تعرف إقامته ولا حياته أو موته. يموث إيجاد 4 يون السيسن يغاب أورزرين دايلا أورزرين ما يتسيدير نغ يموث. ذين يقدرون دي الدونيث، ذين يقدرون لكن الفلاني يموث يجاد الراويس 4، ولكن يون السيسن والله ما نحصى. ونزرار يروح أشحاليا بالك السقاس، بالك 10 سنين، بالك 5 سنين، ورنح السيارة ما يتسيذير نوري نغيموث. ونزرارة مادام ونزرارة وقسميس مفقود. المفقود أولا تعريفه ما هو؟ هو الشخص الذي لا تعرف إقامته ولا يعرف أمر حياته من موته، هل هو حي أو ميت. ماذا نصنع؟ نعمل بقواعد الاستصحاب، والاستصحاب مصدر من مصادر التشريع ومما تقرر في الشريعة الإسلامية طبقا للاستصحاب اعتبار ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل الذي يخالفه، يعني نعتبره حيا ولكن حياته حكمية. استقبيليث أقشيشاقي ميساقون زرارة ما يتسيدير نغيموث أرثورون زرارة خاطر مديني ونسعر أوكان سيني دو في. لو كان يتصل هاتفيا خاصة في هذا الزمان، تكنولوجيا الانترنت سهل، مي حتى في هذا الزمان كاين ناس مفقودين والله ما على بالهم هل تراهم أحياء ولا أموات. وكاين اللي يروح يغير حتى اللقب العائلي، هو حي ولكن يغير كل شيء ممكن. ما إلا يوان ورنح السيارة ما يموث نغ يدر يتسيدير يموث فافاس ديال غيافيس فالشرع تشدنا
إنا كنحسب أماكن يتسيدير أثنحسب أماكن يتسيدير أسن جاموريس ميقموت باباس أسن جاموريس نلحقيس وحدس ونرجو ذا قلنا احتمالات يزمر أين يسنحرزاكني يساد يونواس يتشورغ ثابورث يغالد مرحبا سويند يغالن أغريب يغالد ميدي يبض كان أذا سنيني ذاك يموت ذي الغيابيك كشيني أنظري ورا ما تتيذي راث موثض أمعنا تشرعيث تحرزاك لحقيش تشرعيث تحرزاك موريك هثان أما تمورث أما تزمورث أما تحانوت أما ذي ذريمن أين اللان أذغا كوني بارك ربي ذا غاثي يرحم ربي أكوني بارك ربي إيمو ثوريث مرنكيني تسيذيرغ مسألة مهمة لو كان مثلا يقول لك لا مادام هو ماهوش موجود يلا نعتبره ميت ونقسموا كل التركة نهار اللي يجي رجع حيا يتشرد ثابورث يقول لكم بابا مات الله يرحمه وحقي احنا نقولوا له واش نقول لك والله غير انت ثاني قلنا وقيل انت ثاني ميت دغا شوف الانسيدون اللي صرا مشكله من البدايه نقول لكم يا عجبا ورثتوني وانا حي علاش ما استنيتوش يورث رجيماله لذلك الشريعه فرات لنا هذه المساله من البدايه اسنيني حمد ربي شرع ربي خلالك الحصه نتاعك راهي تستناك والحمد لله راهي محفوظه هاي ليك هذا نموري كويث لذلك هذا الموضوع هذا موضوع حديثنا اليوم نروح النقطه الثانيه ما هي المده التي ننتظرها شحال المده السكواس عامين 5 سنين 10 سنين 20 سنة كاين العلماء اللي قال لك نستناو 70 سنة كاين اللي قال لك 90 سنة كاين اللي قال لك 100 سنة كاين اللي قال لك 120 سنة كاين اللي قال لك ننظر إلى أقرانه في زيوينيس أما كنسينا استقبايليه ميسليغ ستيزيا وثموث ولادن وقاد ولادن كوين قريب ولادن كيني الماء نتاعك كي تسمع لا كلاس نتاعك بداو يموتوا يلا حضر الفاليزه نتاعك حضر روحك وين كان الموت راهي جايه الصغير الكبير المريض الصحيح الموت قريبة من الجميع ولكن يعني يزوار يموضاني مقران وقاذي مقران وتساقوا ثرى مغاران كوراج قال كون دير الجامع الخير ارباح نسأل الله حسن الخاتمة. طيب هذه المسائل في مسألة قد النيغ مسائل فقهية اجتهادية ولكن ولي الأمر القاضي الحاكم رأيه يرفع الخلاف. هذه مسألة شرعية فقهية أصولية ما ندخلوش فيها. حنا المهم نقول لك واش مسألة نقول لك سهلة الآن من كل زمان يتفاهموا يتفقوا وحسب الوقت كاين ظروف عادية كاين ظروف غير عادية. ممكن واحد يغيب في ظروف استثنائية ظروف الفتن ظروف الحروب الزلازل والفيضانات هذيك ظروف خاصة استثنائية. هذيك الظروف التشريعات منها التشريع الجزائري قال لك 4 سنين برك كثرة 4 سنوات يعني أنا رجو 4 سنين بعد 4 سنوات بعد التحري
معناه لازم البحث تحقيق، خاصة في هذا الزمان الوسائل موجودة. كاين الناس عندهم 40 سنة ما تشوفوش، عن طريق الانترنت لقاوهم. سهل البحث، محرك البحث إن صح التعبير هذا في موضعه، ويلقاه. مع التواصل كاين اتفاقيات دولية، كاين سفارات، كاين بلا ما ندخل في هذه المواضيع، ماهيش موضوعنا. هذه إجراءات، دي بروسيدور بلا ما ندخلوا فيها. 4 سنوات في الظروف الاستثنائية، ظروف الحروب والظروف الاستثنائية، 4 سنوات بعد التحري. ولكن الظروف العادية التي تغلب عليها السلامة، ظروف عادية، ولاش لا فتنة لا القرة ولا عياذ بالله، ما كان والو، كل شيء لاباس. ذاكي بعد 4 سنوات القاضي عنده سلطة تقديرية. أو مثلا اسمحوا لي نعطيو مثال. حنايا رانا في 5، انتم في 4، أنا و5. مات بابانا، واحد منا راه مفقود، واحد منا، حنا في 5. طيب اللي بقاو 4، قيمة 4 يطلبوا للقاضي استصدار حكم. لازم كل شيء بارفا جوستيس، ما يقولش بيناتنا برك نفريوها لاميا بالحباس. لو كان كاش ما نديرو نخالفوا الشرع ونخالفوا القانون ونحصلوا. لذلك باش حنا نحميو رواحنا نحتاج الى حمايه قانونيه. علاش قلت؟ خاطرنا في زمن بالوثيقه. يا اخي نهضر، تكلمنا كثيرا، الزمان ما كان لا وثيقه لا كاغط لا والو، كل شيء عرفي، كل شيء عرفي. وذي تعرفيث يعني ذي العراش تجمعث، يعني تجمعث هي اللي عندها الصدقيه، عندها لو بوفوار، عندها السلطه العرفيه، هي تحسم المسائل. تقول خلاص اذنا لكم روحوا تقسموا التركه. ولكن درك لا، الان لازم احترام مراعاه القوانين الساريه المفعول. لا بروسيدور الاجراء يقول لك لازم حنايا اللي بقاو في 4 نرفعوا الى القاضي ونحكيوا له، نعطيو فيش فاميليال، شهاده الحاله العائليه، نثبت باللي عندنا خونا راه موجود في الاولاد، يعني من ضمن الاولاد، نسعيون كيماتنا، ونقدموا شهاده الوفاه بلي بابانا مات الله يرحمه، وحتى بلا هذه ماشي مشكله في هذه المرحله. وبعدين طلبوا القاضي باش يصدر لنا حكم، اما بالفقدان ولا حكم بالوفاه الحكميه. من بعد لو جوج، القاضي عنده بلان بوفوار، عنده سلطه، يقدر يقول لنا حبسوا، ماشي ضرب. فاتوا 4 سنين، كان الشهود وكان كذا 4 سنين، يقول لكم نزيدوا عام، نرنوا سكواس ونشوفوا. شوفوا انتوما اذا بان عليه علامه من علامات الحياه. خاطر ممكن احنا نخرجوا من المحكمه يجي التليفون ولا فاكس ولا ميساج ولا واتساب، حتى اللي يبعث يقول اخونا راه حي، راه حي يرزق، راه في دوله من الدول، في ولايه من الولايات، لا ندري. لذلك ما نديروا حتى حاجه الا عن طريق مراعاه النصوص القانونيه الاجرائيه في الموضوع. هذه عطيتها بين قوسين باش ما نغلطوش ونغلظا، راه نخدم كل شيء يوفق هذه اللي ريغلو، هذه اللي يوفق القانون. لا لوا يقوم الاسلام، لا لوا 94 يعني القانون 84/11 والقانون 08/09، لا لوا 08/09. المهم بلا ما كش مغذي القوانين مليح. حنا المهم هذا هو. اذا بالنسبه للمده التشريع حسم فيها، وجميع العلماء، القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب كتاب المعونة والتلقين وغيرهم، الإمام القرافي صاحب كتاب الذخيرة، الإمام ابن قدامة هذا من علماء الحنابلة صاحب كتاب المغني. نقرأ جميع الكتب الفقهية تقول لنا هذا الكلام. يعني باش ندير باللي شرعيث
ثفرات وثناد ثمسل تقي المدة أتسغال إلى القاضي، هو اللي سكا باركا حالة بحالة، ولكن القانون عنده حق يحدد. كما مثلا ذكرنا واحد الوقت باش واحد يكون ماجور، نقول لك الشريعة ما كاينش سن معين باش يكون سن التمييز، ما كاينش. يقول لك في الفقه الإسلامي الإنسان المميز كيوصل سن التمييز معناه هو الذي يدرك معاني العقود والالتزامات من الناحية الإجمالية فقط، ولكن شحال الله أعلم، ممكن 7 سنين، ممكن 8 سنين، ممكن 10 سنين، حالة بحالة. وسن الرشد باش هذه لي ماجور يزمر هذه يخدم البيرمي، يزمر يخدم لي كونطرا، يزمر هذه يخدم كلش. ملمي ربي نات فإن آنستم منهم رشدا، سن الرشد شحال؟ ربي سبحانه ما قالوش، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولكن تأتي التشريعات وقبل ذلك الاجتهادات الفقهية تقول لك 17 سنة، 16 سنة، 18 سنة، 19 سنة، وبعدين تأتي القوانين فتحدد باش يغر درءا لأي خلاف محتمل. لازم المسألة تحسم، والمسائل الخلافية تحسم في هذه الظروف بالتشريعات. الدين على حسب لا لوا 75 58 سي بون يفرا ووال القانون 75 58 المعدل والمتمم أكيني سن الرشد المدني 19 سنة، المسؤولية الجزائية للبينال 18 سنة باش هذا يغال يتحمل المسؤولية قبل 18 سنة مينور إلى آخره. أتوه لي كونفونسيون، اتفاقيات الدولية، اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن لونو هيئة الأمم المتحدة في 1989، صادقت عليها الجزائر في سنة 1992. قبل ذلك دخلت حيز التنفيذ في 1990. alors رانا في زمن غدي زمان لي كونفونسيون لي لوا باش نتسيلي راه كان، والشريعة نغسل ديال ثبورتها باش نيلي ألاز مرتاحين. المسائل المحسومة قطعية، المسائل اللي فيها اجتهاد يلا تحال إلى الاجتهاد والتقنين، يعتمد طريقة من الطرق اللي هي ما يسمى بالاجتهاد الترجيحي لرأي فقهي معتبر فيتبناه التشريع والمسألة محسومة باش يتسير الخلاف، وهذه نتواضع عليها. هذه أمور أما كندير كود لاروت أي غير كود لاروت نسنيت طبعا مقاديس عن البيرمي أيشيني 80 تديباسي تفك الرادار سي بون راك خالفت القانون، أيشيني روح كذا ستاسيونمون انتيردي أي غير القوانين تحدد. معناتها باش اللي كان اليزي هذه وين داخله؟ شمنت في باب المصالح المرسله، الشريعه نغسلها مليح يا مثلا المهمه تنغر وتني السين ما نغرا تنسنيت انا ارتاح نولا والنغ واني ديرك ذي ثلويث ادوال الموضوع. اذا مساله المده محسومه ثورة نوغل شين النظام انهضر الماده 115 واش تقول؟ تنص على ما يلي: لا يورث المفقود لا يورث، ولا تقسم أمواله. ممكن احنا نروح نقسمه يا أخي، احنا في 5 هذاك الخونة اللي راح بابنا مات وزاد مات خونا، هل ترى عندنا حق نقسموا التركة نتاع خونا؟ خلى باطمة بالك هو كان انتربرونور مقاول، خلى 5 باطمات، خلى الكراجات، خلى طوموبيلات، خلى دراهم. لا المادة 115 تقول لكم حبسوا ولا تقسم أمواله ما نقسموهاش إلا بعد صدور الحكم بموته. ألا ما نخدم لا بروسيدور الإجراء نستصدر من القضاء حكما بوفاته، وتسمى هذه الوفاة الوفاة الحكمية. فينا نسعى بلان بوفوار
أنفضوا التركة نجمثنا نقول لكم حاجة بين قوسين وزوجته ثمطوثيس ميدي فغ الجوجمون بقى على خير تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ما ندخلش التفاصيل هذه خاطر ما تعنيناش، خاطر كاين أحكام كثيرة. انتبهوا جيدا، حينما يصدر الحكم بالوفاة الحكمية عندها أثر في المواريث وحتى في الزواج. يا أخي خونا هذاك عنده زوجة، قبل ما يجي الحكم هذا راهي زوجته تصمطوثيس، لا يجوز لها أن تفارقه إلا عن طريق التطليق، تفريق القضائي، المادة 53. عصر روحك كي يقول المادة 53 الارتيكل 53 هذا موجود في الشريعة، معناه نقول لكم برك القانون تسهيلا. ولكن إلا ما راحتش المادة 53 راهي زوجته تصمطوثيس. كي نخرجوا لو جوجمون نتاع الوفاة الحكمية طبقا للمادة 115 ذينا تولي أرملة فوف تسجلت. تسجلت 9 4 شهور و10 أيام أمثلنا وميموت ورقازيز كيف أشيني. ما هي عدة المفقود الذي صدر في حقه حكم بالوفاة الحكمية؟ الجواب تقول عدتها هي عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني 9 4 شهور و10 أيام تقوم قال عند ربي أتقيم. بعد فوات 4 شهور و10 أيام تتزوج بغيره عادي. الشريعة مليحة. لو كان واحد من الشريعة يقول لك لا خلي هذه المرأة تستنى، شحال تستنى؟ قول لي برك تستنى 10 20 30 40 50. لماذا؟ مسائل مهمة جدا. هذه شريعة، والشريعة ترفع عنا الحرج. ذينا أسنيني الفلان تلقاه يموت ورقازيس، ولكن حبس ما تقولش وفاة حقيقية. لازم نزن الكلمات، نقول وفاته وفاة حكمية. الوفاة الحقيقية كي نشوفوه ميت ونصليو عليه وندفنوه، اللي دفناهم هل ترى عندنا الشك يوليو؟ ما عندنا الشك. صحيح اليقين لا يزول بالظن، لا يزول بالشك، صح؟ ولكن نقول أن معظم الاجتهادات في الفقه الإسلامي بنيت على الظن الغالب ليس على اليقين، بنيت على الظن الغالب. بعد فوات سنوات نقول غلب على ظننا أنه ميت، ولكن ولا واحد يقدر يقول وفاة حقيقية. يونوري زميرة ديني يموت سير أديني قال غي أتخميم بلا مخلوقة كيفاين الراس طفلتي يقول أفلس يعفو يرحم. نفتح قوس خفيف هكذا على بالكم الألم الشديد هو هذا اللي عنده واحد مات، احنا رانا في 5 خونا ذاك اللي راح، بالك عندنا واحد خونا مات هذاك خلاص بكينا فريناها قرناك أسر طفلتي يقول يموتي وانا تيصد. والحكماء يقولون اليأس إحدى الراحتين. نريس طفلتي يقول خونا دفناه خلاص. حزننا يكون شديدا، ألمنا يكون عظيما
على الأخ الذي افتقدناه لا نعرف أحي هو أو ميت. ثم نتألموا. واحد منكم يشوف في المنام يقول لك وقيل خويا شفتو في المنام وقيل مازال حي. واحد آخر يشوفه في المنام يقول لك والله غير أنا شفتو ميت. لا تؤخذ الأحكام من الرؤى والأحلام. حبس ماشي في ثارقيث راه نفرو، لا أنبنوا الأحكام في الشرعيث. نمس فهم؟ يلا. إذا المادة 115 حسمت المسألة إلى ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته. ولكن الموت ذاكي الحكم وفاة حكمية ماشي حقيقية. متفاهمين؟ كيما تكلمنا على الجنين يومها كي شرحناه، حياة الجنين في بطن أمه ليست حياة حقيقية بل هي حياة حكمية استصحابا لحياته. نقطة. والمفقود أيضا عملا بقواعد الاستصحاب استصحبنا حياته فتجري عليه أحكام الحي إلى أن يصدر هذا الحكم بوفاته الحكمية. وبعدين فيه تفصيل يقول لك وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا هناك إشكال. ممكن يصدر حكم بالوفاة الحكمية بعد 5 سنوات يبان. يسأل وراه الزوجة، قولوا الزوجة ترملت اعتدت 4 شهور و10 أيام وأعادت الزواج، والله حقي أكل الريحان جدي ريحان بابا قسمنا كلش. هذا موضوع فيه التفاصيل. اسمحوا لي خاطر كل منهجيا في الميثودولوجي كل مرة نركزوا على هذه على الميراث برك. لو كان نفتحوا أقواس هنا نروحوا ننسوا الموضوع الرئيس. أنا أثرت الإشكالات فقط دون أن أفصل فيها. طيب وبعدين كاين قوانين كما نتاعنا قال لك أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله وقيمة ما بيع منها، وإن كان هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش. يلا ثورة نروح المادة 133. يمكن يغد في كذا قلت شرعيثة شو يغد المادة فقط ربحني الزمن. إذا كان الوارث مفقودا ما الوارثني يونس قث مثلنا وارث مفقود ولم يحكم بموته مازال ونخدمار الإجراء الوفاة الحكمية يعتبر حيا. إذن الشريعة أعطت له الوجود في غير وجود، وهذه من القواعد الفقهية التي عالجها الإمام الونشريسي في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. معناه خاصة في القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة، بمعنى الشريعة اعتبرته موجودا تجري عليه الأحكام في كياس الأحكام، تاخذ مثلا ستاتيو سبيسيال يعني ذي الشرع رغم أنه غير موجود ولا شيء حسيا ولا شيء زرارة. ولكن المادة 133 هي مادة قانونية ولكن مستنبطة من الفقه الإسلامي. إذن ولم يحكم بموته يعتبر حيا عملا بقواعد الاستصحاب وفقا لأحكام المادة 113 كما أسلف من هذا القانون. الآن نأتي النقطة الثالثة والأخيرة اللي هي كيفية التوريث. ثورة أنخشم ذي الكواتي تكنيك يعني كيف نورثها. هناك 3 احتمالات فقط، 3 احتمالات. جميع احتمالات الدنيا سوف كان احتمالات العالم كلها في 3 فقط. ذيك لنا هنا الاحتمال ألف، إذا كان هذا المفقود وارثا وحاجبا لغيره. شفاو على هذه وارث وحاجب لغيره. في هذه الحالة إنك نحفظ كل التركة له
ونرجئ ذلك إلى غاية تبين حاله، إما يظهر حيا أو يأتي خبر الوفاة اليقينية، مات، يجيو الشهود ولا يجي سيرتيفيكان تاع طبيب، هذه معتبرة، يبعثوا لك سيرتيفيكان تاع طبيب، الرابور ميديكال هكذا، يعني باللي فلان مات، خلاص هذه وفاة حقيقية مبنية على البينة، مبنية على البينة، ما دفناه ما والو، ولكن هناك بينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بينة على من ادعى، وفي قاعدة فقهية البينة على من ادعى، على المدعي، واليمين على من أنكر. أو بعد صدور حكم بالوفاة الحكمية، طبقا، نحن نتكلم على الجزائر والإخوة اللي يتبعونا خارج الجزائر، جميع القوانين عندها ما يماثلها، جميع القوانين التي اعتمدت على الفقه الإسلامي استنباطا. أذكر على سبيل المثال مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة عملا بالفقه الحنفي، أو قانون حقوق العائلة الصادر في ظل الدولة العثمانية سنة 1917، أو القوانين اللي صدر في 1946 1947 1956 1957 1972 1979 1984 وغيرها. كل واحد يعرف الدولة نتاعو، يعرف القانون نتاعو. هذا الخطاب موجه لغير الجزائريين، كل واحد على باله. أما ما يعنينا نحن القانون 84/11 المعدل والمتمم، باش ديني غاك لا غورنا لا غورصن، لا يكون غورنا المادة 115 ندير نظن كل يوم نشوي المادة ينس. وهذه المواد مستنبطة من الفقه الإسلامي، أقول هذا الكلام رفعا للحرج. يلا نعطي مثال، وبالمثال يتضح المقال. ميلا يموت، مات شخص وترك أبا فافاس، يموت يونجد فافاس، وأخا شقيقا وأختا شقيقة، هذا، وترك الأراضي، الدراهم، الحوانت، الباطيمات، كلش. نقول لك تركة أي اللي هي، ولكن الورثة لزيرتي شكون هما؟ فافاس، إجماس، والتماس، هذا شقيق، ولكن الأب مفقود، الأب هو اللي مفقود، ماشي الابن، ماشي الأخ، ماشي الأخت، لا الأب. يعني نقولوا واقي مات سيليباتير، سمحتي، ما عندوش الأولاد يعني، ولا زوجة ولا شيء، جاء ترك أبا وأخا وأختا، يموت يجد فافاس، يجد إجماس، يجد والتماس، ولكن فافاس نتسا غافن ذنسيد المفقود. أمشي نخدم ذي الحالة ياكي، أدنيني مع الاحتمال الأول، أدنيني مادام الأب ذنتسا يحجفن الأخ وكذا الأخت، طبعا أنوي الأقرب إلى المتوفى هو الأب، فافات السن، وإحنا درسنا قواعد الحجب، هنا يكون الترجيح بالجهة، ذكرنا قواعد الحجب، إنك الترجيح يكون بالجهة، وإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة، وإذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. هذه الموازين، موازين الترجيح. يعني ما يوني جد الورثة لزيرتي، سوا شنخم الميزان غرفال أدني الترجيح بالجهة، نقول مثلا الأخوة مع الأبوة، يوني جد فافاس جد كماس، من الأولى بالميراث؟ الأب. إذا غادي فافا يزوار كما يزوار ولتما، خاطر ولتما شاكو كماك أندث كلاسي الأخوة تاكمات، ماذ فافاك الأبوة، فافاك يزوار، الأبوة مقدمة على الأخوة. طيب إما إلا الجهة متحدة يكون الترجيح بالدرجة، أدينيض سجد إجماك كذميس نجماك، هبوط نزلنا، أدينيض إجماع يزوار باش بالدرجة،
درجة مخلف القراد إجما أكذ ميس نجمة إجما أكذ يليس نجمة نصبت. طيب وإذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. دوك مثلا أنا عندي خويا شقيق من بابا ويما، كشيني ذيما سبابا ذيما، كشيني ذيما سبابا خويا من بابا. القراد كيف كيف الحقيقة خويا خويا. ممكن نقدمكم للناس نقول لك الشيخ صالح هذا خويا وهذا خويا عادي وفهمها الشيخ صالح سوا سوا. ولكن في الميراث إذا كان أنا نموت شكون اللي ورثني؟ يجي الشيخ صالح يقول لكم حبس خوك هذا مقدم عليك. تقولوا كيفاه يا أخي أنا خوه أنا ثاني خوه. يقول لك هذا خوه من باباه ويماه ذيما سبابا ذيما كشيني ذيما معنى سبابا كان. طيب صافي يبويكت ضربي ديننا معناتها هذه باش ما نتقلقوش. يعني المواريث لازم يكون عندنا سمحوا لي جهاز الاستقبال نتاعنا لازم يكون سليم يستقبل هذه الأحكام وسائر الأحكام. علاش ربي في هذه بالذات وقد ذكرنا هذه الآية فيما سبق مرارا الآية 12 من سورة النساء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. جرب هذه خدم الشغليس نكون دنيني مرحبا ستيك ربي ذا كان فنوي ذا ثماثنيو أمعنا ذي الميراث سمحي فافا ذي يما نسيك زوار يعني خطر ذي مس فافا ذي يما. هذه يسمى قوة القرابة. خطر الجهة واحدة جهة الأخوة الدرجة واحدة كيف كيف. أين يكون الاختلاف ويكون الترجيح؟ عن طريق قوة القرابة. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من جهة الأب عن طريق ما يسمى بقوة القرابة. صافي كل حاجة تسعى الميزانيس. الاحتمال الأول الذي ذكرناه قلنا إذا كان المفقود هو يعني الذي يكون وارثا وحاجبا لغيره. هنا الواجب أن نحفظ الميراث كاملا ما نقسموش ننتظره ما نمسوش الميراث ننتظره. من بعد نروحوا للبروسيدور اللي ذكرنا الإجراءات. إذا جاء الخبر أنه حي ضغى سوا يدي كلش حي هذه هو كلش. الأب النية إما إلا ظهرت الحقيقة أنه مات حقيقة وفاة حقيقية. أيضا الأخ والأخت يورثوا كلش للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا نورثوا نقولوا ضركوا الآن أروحوا تديو استناو. ممكن يقول لك وقتاش نستناو حنايا نستناو 40 سنة حتى نموتوا. نقولوا لا استنى غير 4 سنين برك ماشي بزاف 4 سنين ونديروا واحدة بروسيدير شرحناها مع المحكمة القضاء يخرج الحكم يسمس الوفاة الحكمية وفرات السلام عليكم. وبعدين أيها الأخ أيتها الأخت أرواحوا تورثوا طبقوا الآية اللي قال ربي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والقاعدة هذه تطبق على جميع العصبات بالغير سواء تعلق الأمر بالأبناء أو أبناء البنات وأبناء الأبناء أو بنات الأبناء أو الإخوة أو الأخوات الشقيقات أو الإخوة والأخوات من جهة الأب. هذو هم 4 أصناف وهذه شرحناها بالتفصيل فيما سبق. نمس فهم. إذن الاحتمال الأول فهمناه ألف. الاحتمال الثاني واش يكون فيه؟ يكون أن يكون محجوبا من أحد الورثة فلا يحفظ له شيء. فينا ما نستناوش ثم جويرة مثلا يوني يموت إيجاد ثمطوثيس إيجاد فافاس إيجاد يماس شقيق مفقود إغاف مات وترك زوجة وأبا
وأخا شقيقا مفقودا. عادي، أنا ما كاين حتى إشكال. نقولوا كون الأب يحجب الأخ الشقيق حجب حرمان، إذا لا نرجئ القسمة، نقسم هذا الميراث على الزوجة وعلى الأب. الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، والأب يرث الباقي تعصيبا باعتباره عاصبا بالنفس والسلام. ربي قال في القرآن: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ذكر نصيب الثلث للأم ولكن لم يذكر نصيب الأب. لما؟ لأن هنا يرث الباقي تعصيبا. هذا ما كان ثفرة وحدث معناتها ميلا المفقود الني أصلا نسى محجوب حجب حرمان من أحد الورثة. أما كد نحكي ثورة يموت يوني جات طمطوثيس يجاد فافاس يجاد كماسا شقيق مفقود يغاب أدنيني ونتراجو يا راكماس أنفضو كان ثورة ثمطوثيس هذا سنف كثيص 4 أين دي يقولان 3 كارت 4 أثنياوي فافاس طبقا لقواعد التعصيب. إما يجاد ثمطوثيس فافاس يماس إجماس شقيق مفقود. كيف ثمطوثيس تساوي ثيس 4 يماس تساوي ثيس 3 الباقي يثيوي فافاس ماذيك ماس شقيق الني ورث نتراجو ورث نتسجى موريس خاطر يسعى نمور. ماذا الاحتمال الثالث؟ أن أذيلي المفقوداكي يرث، معناه وجوده مؤثر. نعطيه مثال: الشخص مات وترك زوجة إجا طمطوثيس، وترك أما إجا يماس، وترك أخ شقيق مفقود، وترك عم شقيق. الآن نجري هذه المسألة في السبورة وربي ييسر. إذن مات وترك زوجة، هاتها زوجة، وترك يعني أما في السياق اللغوي يكتبوا تيسيرا، وترك أخ شين معنى شقيق ديك ماسا شقيق، ونكتبوها باللون الأخضر يعني مفقود. وترك عم شقيق، عما شقيق، هذا عم شقيق. أنخدمك هذا يوث كان أثن تنفرو الخوى منطقيا لا لوجيك. كي يكون ميراث الجنين مات شخص وهذه شرحناها، ترك أما وأبا وترك زوجة حاملا ثمطوث ستاديست، ممكن ترك أما حاملا بالك يجمس عبوض جماس، كل احتمالات. هذاك الجنين كيفاش كنا نديروا الاحتمالات؟ على فرض الذكورة على فرض الأنوثة، سي نورمال. وما تقوليش كان ليكوغرافي وكذا، روح بالعقل. لا، هذه شرحناها وعلقنا عليها فيما سبق. لا حنا نطبقوا الشريعة، والشريعة دقيقة جدا تعطي لك حلول لجميع الاحتمالات الممكنة عقلا على مستوى العالم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ملايير الحالات، ماشي ملايين، ملايير الحالات، سيدي مليار، ولكن الشريعة فراتها. ذينا واش نقولوا؟ احتمالين على فرض الذكورة على فرض الأنوثة.
ما حبيش نذكروا على فرض الذكورة وبعدين على فرض الأنوثة وبعدين على فرض ذكرين على فرض أنثيين على فرض ذكر وأنثى. هذه كلها علقنا عليها ما نذكروهاش تيسيرا منهجيا نكتفي بهذا. ولكن على مستوى المفقود نقول على فرض الحياة على فرض الوفاة. ما يجيش واحد يقول لك على فرض الذكورة والأنوثة، لا، نقولوا أين عقلك؟ امشي روح يا أخي، كان مفقودا يروح ذرقاز يقيم ذرقاز، ما لا تمطوط إذا كان راحت أنثى تبقى أنثى. ولا شيء في العالم إما ذكر إما أنثى، لازم العالم يهتدي لكي لا يعلن الحروب مع ربي سبحانه ولا يغير نواميس الكون ولا يغير، يبقى ذكر وأنثى والسلام. يلا أنا قلت ذكر والأنثى، ما الرجولة حاجة أخرى. إيه نعم. في الميراث ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. أما وين الرجلة قال لك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سورة ياسين، رجل يسعى. الرجلة ربي ما ذكر اسمه، ذكر صفته. جميع المفسرين قال لك لا يهمنا الاسم شكون، يهمنا الوصف. الرجلة في الركزة والرجولة مواقف. إذن هنا واش نديرو؟ ألف نديرو على فرض الحياة، على فرض الحياة. معليش نعودها هنا. ألف نديرو على فرض الحياة. ما معنى؟ يعني حياة المفقود. صافي هنا نديرو نعتبره حي، نكتبو برك حا. كيفاش نقسموا التركة؟ نديرو الزوجة ترث، في هذه الحالة ترث الربع. علاش ترث الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. يعني هذاك اللي راح اللي مات ويسار الدرية، يسار الدرية. الأم كم ترث هنا؟ ترث الثلث، الفانتير، الثلث. لماذا؟ ذكرناها هاو الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ساعتي ثلاثة أيغر خاطر وين يموت من يسار الدرية، هذا الثلث. وعدم تعدد الحالة الثانية، وعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات أو الأخوات مطلقا. الأخ الشقيق كم يرث هنا؟ يرث الباقي تعصيبا. اصطلحنا باش نديروا باعين، يعني أين يورث يوين. والعم الشقيق ميم حا محجوب حجب حرمان. شكون اللي حجبه؟ الأخ الشقيق. أنو إذا مزور ذيك ماك ناض عميك ذيك ماك يجماك عند يروح الأخوة عميك العمومة، والعمومة مؤخرة على الأخوة. هاي فرنها. أصل المسألة كم؟ وهذه طبعا شرحناها ودرسناها. أصل المسألة 12. تذكرون ألف ميم قلنا اجتمع الربع مع الثلث، أربعة تنتمي إلى هي يا خاكا ذكرنا علاقة التباين. تذكر العلاقات؟ علاقة التوافق، علاقة التماثل، علاقة التباين، علاقة ذكرناها تداخل. العلاقة بينهما علاقة التباين، عدد زوجي مع عدد فردي. 4 في 3 يساوي 12. أصل المسألة 12. ربع 12 حال 3. هاي 3. بارك الله فيكم. ثلث 12 4. بارك الله فيكم. نجمعوا 4 و3، نجمع 4 و3 شحال؟ 7. ناقص 12 يساوي كم؟ 5. هاي 5. 5 يا قد تساوي الأخ الشقيق. مذواقي ولاش دوبل زيرو. العم الشقيق محجوب حجب حرمان. انتهى الفريستك. ثورة ب على فرض الوفاة. يعني فرضا الأخ الشقيق يغال ميت، ند الوفاة نتاعو إما حقيقة أو حكما. طيب نفس الشيء نديرو هاك. زوجة تلاقي زوجة
وبعدين أخ، نكتب ذاكي ميت، إما حقيقة أو حكما، صدر حكم كما شرحناه. هنا عم شقيق كيف نفس الشيء، مسألة بسيطة. طبعا في الشرح لازم نخيروا المسائل البسيطة وبعدين عليها القياس. الزوجة كم ترث؟ الربع. كيف الأم كم ترث؟ الثلث. الأخ الشقيق ولاش زين مات. العم الشقيق باعين. ذاقي أصل المسألة 12، الربع ذاقي 3، ربع 12، ثلث 12 4، ذاقي ولاش 5 ني. هات انت ذاقي 5 ياقي. لاحظوا معي ثورة نخدم الملاحظة. نقارن بين نصيب الزوجة هنا 3 هنا 3 صح؟ ماذا نقول لها؟ أنت نصيبك لم يتغير، بالنسبة لك خذي 3 نهائيا ابتداء وانتهاء. خطر في علم الفرائض في الميراث بالتقدير يقول لك نحفظ للمفقود نصيبه ونورث باقي الورثة بأقل النصيبين. شيء طبيعي بأقل النصيبين. أما إذا كان نصيب أحد الورثة متساويا في التقديرين معا نورثه ابتداء وانتهاء. ذاكي أن في الزوجة ترث 3، ذاكي 3 على بالكم. ثقي يا أخي شرحناها. لو كانت ورا مثلا لو كان دراهم ولا أراضي نروحوا ساكي على الخير. لو كان خلى مثلا 120 هكتار، 120 قسمة 12 يساوي 10. الزوجة نقولها 3 في 10 هكتار يساوي 30 هكتار. أمنفك 30 هكتار بالسلامة، الله يسهل. كيف 3 في 10 يساوي 30 هكتار. ذاين خلاص نهائيا. نروحوا للأم، ذاك 4 في 10 يساوي 40 هكتار. الأم ترث 40 هكتار. ذاك كيف لم يتغير نصيبها. 4 في 10 يساوي 40 هكتار. أسنين الأم أدي 40 هكتار وروحي. على بالكم لو كان يكون دراهم في البنكة بالفريضة يعطيوها لها. انتم عارفين لي بنك يعسوا يقول لك حبس اعطيني الفريضة، ماشي يرفد برك ودي. لا، نفس الشيء تروح عند النوتير يدير لك هذه الأمور عادي سهلة مهلة، خاطر دار حساباته كيف. أما هذيك 5 في 10 اللي هي 50 هكتار، هذه علامة استفهام. ننتظر الأخ الشقيق إذا رجع حيا يرث ما حفظ له. نقولوا له هاي 50 هكتار حقك أديها، والحمد لله كي ولد بخير وعلى خير، الحمد لله على السلامة، مرحبا لها سلامة، 6 شهور ضغط تابورت، مرحبا سويد يغالا الحقيقة حرزيك يكثي حرز ند الشرع أوث مبروك في الله. ولكن إذا كان صدر حكم بالوفاة الحكمية طبقا للإجراءات التي شرحناها، أو جانا الخبر بعثوه في الصندوق كما تعرفوا شحال اللي استقبلناهم في الصنادق، هذا يحفظ ربي غريب يحفظكم جميعا، أو كي يجيبوه في الصندوق خلاص ذينا نقولوا للعم الشقيق ما نعطيو لك ولا شيء، خاطر ذاكي كنا ننتظر يساعد دوبل زيرو، ننتظر ميد يفغ النتيجة النهائية يبضاد الخبر نصح ذينا 50 هكتار تولي تروح للعم الشقيق.
والمسائل قياس، كل عناصر التاركة، أراضي، دراهم، حوانات، أن طبقوا عليها هذه الطريقة الميراثية طبقا لهذه القواعد الشرعية مع مراعاة الإجراءات القانونية. ثريث مثلا أولي وردة نتكمل إن شاء الله دروس علم الفرائض إن شاء الله كل سمانة حتى نخلصوها، يعني السبت الجاي نتلاقى إلى كتب ربي كل شيء بمشيئة الله. السمانة الجاية نكملوا حتى نكملوا علم الفرائض، أنتكمل يا السبت يا المرض العشاء ألا منفوك يعني الموضوع العلم علم الفرائض جاون ثلويث أرثي مليليث. والسلام عليكم ورحمة الله.